السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة جايلكم بقى بيوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. نبدأ معاكم زي ما احنا متعودين كده. أول ما ندخل المطبخ لو لقينا أي مواعين بنخلصها كده ونشطبها ونروق المطبخ ونشوف الغدا بتاعنا. وهنعمل معاكم برضو الكماج الطري كده كده كنت بعمله يعني بعد ما اتغدينا وخلصنا، فانا كملته معاكم بقى، صورته معاكم ووريتهولكم في الفيديو لاني كذا حد يعني كده بيحب الطريقة بتاعته مني كده، فانا صورته معاكم. اول حاجة بدأت بقى طبعا كان عندي شوية مواعين كده صغيرين، غسلتهم على طول ما خدوش مني اي وقت. وهننضف البوتاجاز بتاعنا وهنعمل الغدا، وكملوا الفيديو معانا للاخر ان شاء الله يعجبكم. لسه مشتركش بقى في يوميات هنا ينزل يشترك ويفعل علامة الجرس ويختار كلمة الكل. وما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعة، اللايك هو اللي بيعلي الفيديو وبيرفعه. طبعا بقى الناس في كلام بقى كده، الناس بتقول الناس اللي هي مش هنقول الناس اللي هي عادية زينا، الناس المريضة، اللي ما عندهاش ضمير، اللي قلبها مش نظيف. ده على فكرة بيبقى عندهم حقد كده ولا عندهم نقص كده فبيعوضوه في الناس التانية. اللي مفكرين ان الواحدة لسه فاتحة قناة على اليوتيوب، لسه مبتدئة ان هي بتاخد فلوس كتير، لا ده هناء فاتحة قناة على اليوتيوب، ده بتاخد دولارات، ده بتعمل اكل، كل ده اكل بتاكله هي وعيالها. يا بختهم يا بخت عيالها. طب هي بتاكله ولا بتبيعه؟ انا عايزه اعرف في ايه بالظبط، يعني اكل ايه؟ هو ده اليوم الطبيعي بتاعنا؟ مش عامله اكل مخصوص ولا حاجه، الغدا بتاعنا اي زي اي حد، زي اي واحده فيكم يعني بتاكل يوم كده ويوم كده عادي يعني. فهو ده محتواه اصلا طبخ روتين. قال لي كل الاكل ده بتاكله، يعني انتوا ما بتاكلوش كده يعني؟ ومش من معنى ان انا بصور فراخ وبط وسمك يبقى انا اكل كل يوم كده، لا. انا اللي بصور في اليوم ده بس، ما انا لو عايزه اصور الايام التانية بصورها، مش ايامي كلها كده. انا واحده يعني طبيعيه زيكم عادي يعني. إيه وايه اللي فاتحه قناه على اليوتيوب يا بختها بعادة مفيش حد قدها، ده ما خلاص اتبسطت، ده مسك الدولارات ده. ايه؟ ايوه اليوتيوب فلوس بس مش القنوات اللي هي اللي زينا، القنوات اللي هي الكبيره. احنا لسه قنوات صغيره، المشاهدات لسه رفيعه، يعني المشاهدات ضعيفه لسه. يعني مش معنى كده ان انا مش فاتحه القناه عشان لا، انا فاتحاها طبعا عشان ربنا يكرمني منها وكل حاجه، بس انا لسه انا فاتحه القناه بقالي سنتين، لسه والله ما اخدت منها حاجه. واللي عارفني كويس وعارفيني كمان من اليوتيوب عارفين انا بقول كده ازاي. وطبعا القنوات اللي كلها الصغيره اللي فاتحين اللي لسه مبتدئين عارفين ان اليوتيوب ده كله تعب ولسه. يعني مش انا بعرض حياتي كده وبالساهل، ولا ان انا بصور اكل ولا اي حاجه. هو المحتوى كده وده، احنا فاتحينها سبب رزق وده اكل عيشنا كده، يعني مش بنفتحها عشان حاجه. ومش معنى ان انا بصور يوم الفراخ ولا يوم السمك يبقى انا اكله كله سمك وفراخ. يعني في كلام الناس بيوصل لي وساعات بيتقال في وشي كمان: انتوا كل يوم بتاكلي فراخ، انتوا كل يوم بتاكلي سمك، انتوا ما عدتش محتاجه حاجه، ما انت اتبسطتي انت بتاخدي بالدولارات، لا ده بتاخد كتير، ده بتضحك عليكم. ايه؟ مش عايزه اقول غير كلمتين بس الناس دي: حسبي الله ونعم الوكيل. أك- مش اكتر من كده، حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص، ربنا هو اللي شاهد وهو اللي عارف. فاي حد يقول عليا كلمه كده مش موجود، عشان انتوا مش حاسين اللي فاتح قناه لسه ومبتدئ على اليوتيوب ده بيتعب ازاي وبيعمل ازاي ومش هيعمل حياته كده بالسهل يعني. طيب انت ليه بقى يا هنا بتعرضي حياتك لما انت خايفه كده؟ انا مش خايفه ولا حاجه، انا لو خايفه اصلا من الحسد انا مش هصور ولا هصور بيتي، لان انا محتواي كله، انا عارضه حياتي كلها يعتبر على اليوتيوب. مش خايفه، بس الكلام نفسه بيضايق يعني. اللي لا اكلك كله كده، انت بتاكلي الاكل ده ازاي؟ يعني المشكله بصين للعيال كمان، يا بخت عيالها. العيال ذنبهم ايه؟ بياكلوا عادي اي اكل عادي يعني زي اي يوم. مش عامله ازيد من حد على فكره يعني. اما بتبصوش للناس اللي بتبقى عامله ولايم وعزومات حاجات كبيره ليه يعني؟ انا شايفه ان ده اليوم الطبيعي لاي واحده في البيت، يعني يوم كده ويوم كده، مش عامله حاجه زياده عن حد. فهم الناس دول بصراحه ببقى حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. افتحوا قنوات وجربوا وهتشوفوا الفلوس اللي بناخدها وهتشوفوا اللي احنا بنعمله. ما انتش مصدقين؟ افتحوا قنوات وجربوا. بس انتوا يعني هقول ايه، مش عايزه اعملكم نفس الاسلوب واقول هو اللي مضطر بس هو اللي بيفتح وبيعمل كده. طيب ماشي، انا كل يوم باكل فراخ، ادا فرخه قدامكم اهي. الفرخه اللي انتوا شايفينها دي طبعا اللي ببقى جايبه فرخه كبيره زي اي حد بتبقى كتير علينا فانا بقسمها. طبعا الفرخه دي كان حجمها كبير فانا كنت واخده منها صدر كده كامل، عامله منه الشاورما. الفيديو اللي فات لو انتوا فاكرينه، اللي انا قالوا كل ده في فراخ حطها في العيش السوري، كل ده مش عارف ايه. ما الكلام بيوصلني اللي انتوا بتقولوه.
فالفرخه اللي انتوا شايفينها يعني اللي بقطعها كده عشان انا ما بحبش حجمها كبير، ده بقيت الفرخه اللي انا اخدت منها صدر عملت منها ايه الشاورما. يعني اليوم عادي خالص يا جماعه، مش عامله حاجه مخصوصه ولا شاريه حاجه مخصوصه للقناه. يوم عادي، الغدا بتاعنا عادي. مش معنى ان انا بصوره ان انا عامله كميات كبيره. انتوا ظهر لكم حاجه انا مش شايفاها ولا ايه؟ انا من يوم ما فتحت على فكره القناه وانا بسمع الكلام ده، بس بسكت يعني، بسكت بقول ده شويه وخلاص هما مش عارفين بكره. انما تلاقيت الحكايه بتزيد بقى، كل ما امشي في مكان ده انت عملت، ده انت بيقولوا عليكي خدتي، ده انت خلاص. احنا لسه يعني قناه صغيره كده، لسه بنقول يا هادي بنبتدي كده. واكل مش يعني حاجه زياده عن الناس ولا حاجه. هو اليوم الطبيعي بتاع اي حاجه، انا مش عامله حاجه مخصوص بيتصور، وانا شايفه ان انا مش عامله كميات كبيره، يعني انا بعمل حاجات محدوده خالص. فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش مسامحه اي حد يقول كده. وربنا هو اللي شاهد، والناس اللي فاتحين زي كده عارفين انا بتكلم وبقول ايه، عارفين انا كنت كدابه ولا مش بكدب. فخلاص ده مش موضوعنا طبعا. الناس اللي بتحبني وعارفه اللي هما بيحبوني بجد، على راسي من فوق، على راسي، وينوروني بوجودهم ليا طبعا شرف على راسي. الكلمتين دول بصراحه انا كنت نفسي اقولهم من زمان وانا ساكته، فانا كنت لازم اقولهم في الفيديو ده. اسفه بقى يا جماعه، معلش ان انا متعصبه اصلا من الكلام بسمعه ده، بزعل بصراحه يعني. كده خلصت بقى بقيت الفرخه بتاعتي اللي انتوا شايفينها، اللي انا كنت عامله منها الشاورما، غسلتها كويس، كنت نقعها طبعا في دقيق وليمون زي ما انا متعوده وملح. وقطعتها كده، بحس ان هي حسيت ان هي كبيره شويه، فقطعت كده ايه الجزء نصين كده. هنخزها هنعملها في فرخه مسلوقه عادي. وبعد كده ايه هعملها في الفرن كده مع بطاطس. هنا جبت حله بقى معايا نضيفها على النار، وولعت عليها واحط فيها بقى شويه من الزيت. وهنزل بقى بالطماطم والبصل والفلفل واللوري والحبهان، وبعدين هحط الفرخه بتاعتي زي ما انتم متعودين، وهحط عليها بصل مبشور برضو متبل وملح، وهسيبها لما تنشف من السوائل خالص، وبعدين احط الميه بتاعتها. حطيتها زي ما انتم شايفين كده تاخد صدمه. بعد ما اخدت لون كده من على الجنبين واخدت الصدمه، حطيت عليها البصل المبشور وغطيت عليها بقى. ونشفت من اي سوائل خالص، نزلت بقى انا بالميه بتاعتها ان هي اللي هي الشوربه دي، وهسيبها كده لما تغلي كده. او اي ريم واي رغوه بتطلع على الوش بشيلها، وببدا اهد عليها بقى تستوي على نار هاديه. هنا كنت بقشر في البطاطس عشان هعملها صينيه بطاطس، وبعدين هكمل ايه الفراخ سوا معاها. بس حصلت بقى كارثه كده، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ان هي حاجه جت على قد كده. فانا ما كنتش عايزه اصورها معاكم والله، بس هي كانت في الفيديو، فانا قلت انا هجيبها بقى في الفيديو. ما ده اللي حصل معايا في الفيديو ده بالظبط زي ما انتم شايفين كده. الطبق اللي هتشوفه دلوقتي، الطبق البايركس اللي هو الحراري ده، انا بعمل فيه بقالي سنتين، بدخله الفرن عمره ما جرى له اي حاجه. اتفاجئت كده وانا حاطه الصينيه بالبطاطس زي ما هتشوفوا دلوقتي، حاجه فرقعت زي انا قلت الانبوبه بتاعه الفرن طلعت اجري. الحمد لله الحمد لله اللي هي بتيجي في حاجه على قد كده. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. طبعا صينيه كنت لسه ما حطيتش الفراخ، الحمد لله البطاطس في داهيه خلاص راحت. عملت بطاطس تانية بقى وكملت الاكل، والحمد لله اللي هي بتيجي في حاجه زي كده. هنا بقى كنت بقطع بقى في الخلطة دي، كنت هعملها للبطاطس بالفراخ اللي هي باظت وعملت غيرها. مش عارفة والله الناس مركزين معايا ليه، ولا هو في الأرياف كده بس، ولا في كل مكان؟ والله اللي زي كده بقى يقول لي يا جماعة، هو في الأرياف بس ولا ايه بالظبط؟ هنا خلاص بعد الفرخة ما بدأت تغلي كده، بدأت أشيل أي حاجة على الوش كده، بشيلها عشان الشوربة تبقى صافية كده ورايقة ومفيش فيها أي ريحة زفارة. زي ما انتم شايفين الحمد لله الحمد لله. ان انا ما كنت قاعده في الوقت ده، انا كنت هاخد الخضه، انا كنت سايبه الفرن وطلعت بقى اكمل في حاجه تانية فوق، سمعت الفرقعه نزلت اجري. ما عادش فيه ولا حته سليمه والله. انا عامله في الطبق ده معاكم، حتى انت هتشوفوا في التصوير حاجات كتير عمره مش عارفه هو فرقع المره دي ليه يعني بصراحه. نقلت طبعا بقى، رميته خالص بالحاجات اللي وقعت دي، عملت صينيه بطاطس تانية بقى في ألمونيا. وحطيت الفراخ خدت وش والحمد لله عدت على خير. انا بوريكم البطاطس مستويه دايبه خالص، والفراخ كمان كملت سوا معاها، وكان طعمها حلو قوي.
والشوربة زي ما انتوا شايفينها كده صفرة ورايقة، وكده الغدا بتاعنا يكون خلص. هنعمل بقى الوصفة معانا التانية بقى اللي هتعجبكم، او الفيديو لسه فيه حاجات، كملوا الفيديو للآخر. هنا بقى كنت عاملة، طبعا ما عجنتوش معاكم بقى عشان الفيديو ما يطولش، انا عملته قبل كده معاكم كماك باللبن او العيش باللبن. عملت 2 كيلو بس صغيرين كده، وعجنتهم بلبن خالص حسب ما يحتاجوا الدقيق، وحطيت ايه بيكنج باودر وفانيليا والخميره. طبعا انتوا عارفين المقادير كلها، انا عملت معاكم كتير قوي على القناه. الاتنين كيلو يعني ما خدوش اي وقت معايا خالص، يعني كنت بدأت فيهم بعد العصر مأذن كمان، يعني انا خلصت بعد العشاء بكتير. إيه ما خدوش معايا وقت، والعجينه بتاعتهم كانت حلوه. غطيت بقى كده، ببدأ اقطع العجين بعد ما يتخمر خالص، بقطعه كده حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. إيه وبحط كده قماشه كده على صينيه، وببدأ احط كده، وبعد ما تخلص احط ايه طبقه تانية وارصهم كده، واسيبه يرتاح كده 10 دقايق، وابدأ بقى افرده. افردوه بأي طريقة فرد انتوا عايزينها، مكنة، نشابة، اي حاجة، بس انا بحب افرده زي ما انتوا متعودين معايا على المصفى دي. اتعودت عليها من ايام وانا كنت عند اهلي يعني، فما بعرفش اغيرها بصراحة. مش عشان النقشة اللي فيها ولا حاجة، لا انا اتعودت اعمل عليها. طبعا بجيب صينية برضو وقماشة كده نظيفة، او ملاية مخصصة كده للمعجنات، وابدأ بقى ايه افرده كده الحجم بقى اللي انت عايزاه صغير، يعني احنا منحبوش تخين قوي يعني. وبشيله كده، وببدأ احطه على على القماشة دي، واول ما تتملي احط رقة تانية من القماشة، واكمل نفس الموضوع كده. وبرده ما بقومش اول ما بخبزه، ما بق... افرده يعني على المصفى دي، ما بولعش الفرن على طول، لا بستنى كمان 10 دقايق يرتاح شويه، زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا بعمل. ما بياخدش اي وقت، وسهل جدا، وطبعا طري، وبينفع في السندوتشات، والعيال بتحبه قوي. طبعا بعد ما ارتاح بقى وخلصت، ولعت الفرن وحطيت الصينيه بتاعتي، وبدات زي ما انتم شايفين، وكله ما شاء الله ما شاء الله، كله مرتفع كده وقابل، وكان ريحته ما شاء الله عشان معجون بلبن. جربوها هيعجبكم. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي كده خفيف كده النهارده، وما تزعلوش مني طبعا، الكلام اللي انا قلته ده للناس اللي هم هو اللي مش بيحبوني، ولا يعني حاسه اللي في قلبهم كده حقد، ومستكترين الحاجه عن الناس من غير لسه ما حصل حاجه. انما الناس اللي بيحبوني طبعا ومقدرين طبعا على راسي من فوق. هنا زي ما انتم شايفين اهو، الكميه اللي بتخلص. طبعا هو عايز نار عاليه قوي يا جماعه، الكماك ده عايز عشان يبقى ناجح وطري لازم نار عاليه، والفرن يكون سخن، لان هو ما باخدش اي وقت في الفرن خالص. السوق زي ما انتم شايفين كله ما شاء الله مرتفع كده وطري. طبعا بقى لو انت مش عايزه الكميه يعني انت عايزه تاخدي على قد الكميه اللي انت عايزاها، والباقي تحطيه في اكياس كده تلاجة، وتعينيه في الفريزر، بيطلع طازه بالظبط. لو بتسخن كده على البوتاجاز او في الفرن بعدها بيبقى كأنه لسه معمول، بس اهم حاجه يتعين في الفريزر كده في اكياس. والاتنين كيلو عملوا معايا كميه زي ما انتم شايفينها كده حلو. يلا يا جماعه اشوفكم على الف خير، مع السلامه.